عقيل الآلاف في التراث الإسلامي تحدثت عن الرجل الموعود الذي يأتي في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. مرويات وإن اختلف المسلمون في تفاصيلها إلا أنهم أجمعوا على مفهومها ومضمونها، لا بل شاركهم أهل الكتب السماوية فيها. يظهر واحد من سلالة سيدنا محمد واسمه على اسمه، يسمى المهدي المنتظر، موجود في كل الأديان بصفات مختلفة ولكن في حقيقة واحدة، وعند السنة والشيعة موجود ومتفق عليه، إنما على متى خروجه وكيف خروجه وشخصه وكذا. وأيضا ينزل المسيح عليه السلام ويتعاونان لقتل المسيح الدجال. كتبت موضوع ما موجود بين سفر الرؤيا والقرآن في مسألة اليوم الأخير. علامات ظهور المسيح الدجال هي ذات العلامة في المسيحية، هي ذات العلامات الموجودة في الإسلام. وقد فسرت طوائف المسلمين الأحاديث النبوية بشأن المصلح الموعود بالإمام المهدي، والذي يعود في نسبه إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، الأمر الذي جعلهم موحدين في رؤيتهم ومعتقدهم. فإذا عيسى سوف يدعم المهدي، وسوف يكشف للعالم أن حركة أنبياء بني إسرائيل إنما كانت تستهدف دعم حركة محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته من أجل الحفاظ على النصوص التي تشير إليهم، وأيضا من أجل الدعم الرسالي في آخر الزمان. وبرغم الاعتقاد المشترك لدى طوائف المسلمين بشأن العقيدة المهدوية، إلا أنهم احتفظوا بتفسيرهم الخاص في كل مدرسة بالاختلافات الشكلية. فمدرسة أهل البيت عليهم السلام تؤمن بأن 15 من شهر شعبان هو مولد الإمام المهدي، وتؤمن بغيبته كغيبة الخضر لغاية إلهية. إذن هي لم تكن من وحي خيال ولا من صنع آدمي محتال، بل هي عقيدة راسخة لدى الأديان بأن للأرض يوم سعادة واطمئنان، وأن الحب والحياة مصير هذا الإنسان. من النجف الأشرف، منتظر الشريفي، قناة العراقية.